دي ست سم، لا بترحم ولا بتسيب رحمه ربنا تنزل. انا لو عامله لنا فيها ست نفسانيه وبتساعد الناس ايه؟ ناس ايه يا بنتي؟ هي دي ينفع تعاشر بشر اصلا؟ امال هي ليه رايحه عايشه في اخر الدنيا لوحدها؟ طب انت عارفه انا ساعات بقول الله يكون في عون الناس اللي معاشرينها هناك. بتتكلموا عن مين يا ندى؟ ومين السم دي يا هام؟ سم وما تعاشرش؟ طيب هفرجكوا سم على اصوله. يا ست رحمه دي اي هلفطه وكلام فارغ، كلمتين مالهمش اي لازمه بيتقالوا من الخوف في الوقت اللي زي ده. هو انت حضرتك هتاخدي على كلامنا؟ يا عقل يا نجوى يا راكزه، اللي بتعرفي تحللي وتقولي الكلام في الوقت المناسب. طب والله زي ما بتقولي كده. اخرسي انت خالص، عايزه اقطع لسانك. انت يا بنت عمرك كام سنه عشان تحكمي عليا؟ وحياة الست عايدة إلهي ربنا يرجعها لك بالسلامة، إلهي يا رب يكحم اللي خطفها، سامحينا احنا ما نقصدش. ما تخافيش يا نجوى، انا ما احبش احرمكم من حاجه قلتوها. انا هوريكي الست السم دي ممكن تعمل ايه. استني انت وهي، انا اللي هفتح الباب. منزل مدام رحمة حليم؟ ايوه يا فندم اتفضل. طيب محتاج اخد اقوال الشغالة وبنتها. تحت امرك، اعمل اللي انت عايزه يا فندم. اهم حاجه ماما ترجع بالسلامه. ده اكيد ان شاء الله، بس انا كنت عايز اسالك، حضرتك او مامتك ليكوا اعداء؟ يعني في حد حاول يسالكوا قبل كده؟ لا ما اعتقدش، ده انا حتى شغلي كله بحاول اساعد الناس، يعني ما عنديش اعداء في اللي انا اعرفهم خالص. تمام. الشغالة وبنتها كانوا موجودين ساعتها؟ ايوه. حضرتك ما بتشكيش فيهم؟ لا دول عشرة عمر وشايليننا. بس ده ما يمنعش طبعا ان احنا هناخدهم معانا ونستجوبهم. بس ليا طلب صغير عند حضرتك، يعني روحهم البيت لان دولت مش وش بهدله. ان شاء الله خير ان شاء الله. يا نهار اسود، مليون جنيه؟ هتعملي ايه؟ ما اعرفش، بس انا عندي احساس انهم مش هيعملوا في ماما حاجه. طب ايه اللي مخليكي متاكده؟ طالما هوش وما ضربش نار بجد يبقى مش ناوي يقتل. طب مش يمكن بيديكي فرصه عشان تجيبي له الفلوس؟ طب وهو هيستفيد ايه يعني لو بعد الشر قتل امي؟ دي رحمة، لازم تبقي عاملة حسابك، كل شيء وارد، احنا ما نعرفش الناس دول مين وممكن يعملوا ايه. انا حاسه ان دي اول مره في حياتهم يعملوا كده. يا قلبك يا شيخة، انت جايبة الثقة دي منين؟ ايه يا انجي؟ اعمل ايه؟ ما انا بلغت البوليس، عايزاني اعمل ايه تاني؟ انا مش بتكلم تعملي ايه ولا عملتي ايه، انا بتكلم على طريقتك. انت ازاي هادية كده؟ ما هي لازم تبقى هاديه برضه عشان تعرف تفكر. ماشي يا ستي تبقى هادية، بس في الاخر الاحساس، المشاعر، الخوف، القلق، الحاجات دي مش بالريموت كنترول يعني. انا عايزه امشي. لا استني يا رحمه بس، انجي ما كانتش تقصد. والله العظيم ما اقصدش، انا بس من خوفي وقلقي على مامتك يا رحمة. لا انا مش زعلانه، انا كمان مستغربه. انا المفروض رد فعلي يبقى غير كده، بس انا مش عارفه مالي. انا محتاجه امشي. والنبي يا رحمة ما تزعلي مني، انا لساني انا مش متبرق زعلانه مني خالص يا حبيبتي، والله انا عايزاكي تقعدي مع مريم، انا محتاجه بس ابقى لوحدي شويه. والنبي ما ايه يا انجي بالراحه شويه. انت مش شايفه هي عامله ازاي؟ ايه في ايه؟ ده لو الكلب بتاعها كان اتخطف كانت عملت اكتر من كده. بصراحه انا مستغرباها، بس برضه كل واحد فينا بيتصرف بطريقه مختلفه عن التاني. الست دي فيها حاجه غلط. غلط ازاي يعني؟ ما اعرفش، عيانه مريضه محتاجه دكتور نفساني، انا مش عرفني. يا رحمة هانم حليم بتفتح الباب بنفسها؟ عايز ايه؟ مفاجأة مش كده؟ يا ده البيت زي ما هو ما اتغيرش فيه حاجة. لا اتغير. لا والكلب كمان. ما اسموش كلب. معلش يا رحمة، نسيت، سوري. اصل السجن بينسي حاجات كتيرة قوي. هو كان اسمه ايه؟
مايلي خش يا رحمة وفي الباب. عيب اللي انت بتعمليه ده. هما كلمتين هقولهم وهمشي على طول من بيتي. مش بيتك، بيتي أنا. أنا جاي أطمن على ماما عايدة. كويسة؟ رجعت؟ وأنت إيش عرفك؟ الله، ما أنا كنت واقف قدامك يا رحمة. الحمد لله كويسة. نزلت تاهت ورجعت. لا يا شيخ، اخصى عليك يا رحمة. ما بعد العمر ده كله ممكن تتخيل ان انا ممكن اصدقك كنت بتكذبي عليا؟ واكدب عليك بتاع ايه؟ ايوه بتكذبي يا رحمة. انا مشيت وراك ليلة امبارح وعرفت ان ماما عايدة لا رجعت ولا حاجة. وانت دلوقتي يا عيني عمالة تضربي اخماس في اسداس، بس عاملة نفسك ثابتة وجامدة قدامي. وانا كل اللي عايز اعرفه ماما عايدة راحت فين، لان انت بنفسك عارفة انا كنت بعملها ازاي، زي امي بالظبط. ماما عايدة فين يا رحمة؟ اتخطفت. طالبين 1,000,000 جنيه فدية. استريحت؟ 1,000,000 جنيه؟ يا نهار ابيض. وانت قاعدة بتتكلمي معايا واتكلم معاكي عادي كده خالص؟ والمبلغ ده معاكي ولا لا؟ هتصرف. هتتصرفي. ما دام هتتصرفي ما معاكيش. رحمة، ساعة ويكون المبلغ عندك. يا سلام. ايه؟ ايه الشهامة دي؟ ايوه يا رحمة، شهامة وجدعنة، وما بنساش العيش والملح كمان. ودي ماما عايدة اللي هي زي امي بالظبط. انا لما عاوز منك حاجة هطلبها، ويا ريت ما تجيش من غير تليفون، مش وكالة من غير بواب. ماشي يا رحمة، على راحتك. بس عايزك تعرفي حاجة واحدة بس، إن أنا نيتي سليمة وعايز أساعد. 1,000,000 جنيه اللي أنا هجيبهم لك مش طالب قصادهم حاجة. لا بجد انا مش مصدقه، مش مصدقه البجاحه اللي انتوا فيها. فاتحين التلفزيونات وقاعدين براحتكوا قوي. ليكوا عين تيجوا بعد اللي حصل؟ ما هو مش بالسهل علينا يا ست رحمه، ده احنا 10 سنين وانا مستنيه بفارغ صبر اطمن على الست عايده، ولا يمكن امشي قبل ما اطمن عليها. تطمني؟ هو انا بكلم مين؟ لا بجد مش عارفه انا بكلم مين. مش انت اللي ضيعتيها يا اختي؟ مفاتيح البيت تبقى قدامي هنا دلوقتي، واي نسخه عند اي حد فيكم تبقى قدامي. روحي يا هيام هاتي المفاتيح من جوه. وانت يا ستي خدي مبلغ ما كنتيش تحلمي بيه، تعتبريه نهايه خدمه. انت كنتش فاكرة ان انا لما قلت لهم ما يبهدلوكوش في الاسم ان انا نسيت؟ لا، انا ما بنساش. اتفضلي. في نسخ تانية؟ لا مفيش. يلا اتفضلوا وروني عرض كتافكم، ما اشوفكوش هنا تاني. كتر خيرك يا ست رحمه. يلا يا هيام نلم حاجتنا ونمشي من هنا. 60 داهية. حمار، ايه اللي يجيبك هنا؟ وليه الغلط بس يا عز بيه؟ ما انا عمال اكلمكم تليفوناتكم ومحدش بيرد عليا. تقوم تيجي على هنا؟ مش خايف لا البوليس يكون قطرك؟ وتورني بتاع ايه يعني؟ انا ماليش دعوه بالحوار الباكس ده غير اني بنقل لك معلومات وتعشت. طب بس قول انت جاي فيها وخلصني. مدام رحمه راحت شقه مدام عايده وطردت هيام وامها. وايه تاني؟ بس خلاص. خلاص؟ شاطر يا اخويا. خلاص مش جيت قلت الكلمتين اللي محشورين في بقك؟ اتكل على الله بقى. طب انا عايز 100,000 جنيه. نعم يا اخويا. انت هبل ياض ولا بتستعب؟ اصل انا عايز اجيب محل ملك، وقع قصادي واحد حبيبي قال لي عليه يعني ان هو بسعر كويس وصاحبه هيسافر، فرصه وهتضيع. وانت جاي تحقق احلامك على قفايا ها؟ اديله يا ابني 2000 جنيه وطرقه وتاكد ان مفيش حد قطره. ماشي عايز باشا، صل على النبي. بس ايه ده كده؟ تعالى انا عايز
تاخد ال 2000 جنيه وهتروح تجيب حاجه تعشي بيها العيال. كويس انك فكرت وشاورتها عليك يا رحمة. اتفضل. تسلم ايدك. فلوسك هترجع اول ما البوليس يرجع الفلوس. لا بوليس ايه؟ احنا مش لازم نبلغ. يا بختك يا سيمون، يا بختك. طبعا انت بيتقالك كل حاجة، ها؟ ودلع وكلام، بالذمة مش مكسوف من نفسك. تبقى انت كده فاهم كل حاجة وانا مش فاهم حاجة خالص. هو ده اللي حصل بالظبط يا فندم. تمام، احنا حاطين تليفونك تحت المراقبة. أول ما يتصلوا بيك ويبلغوك عن المكان اتصلي بينا. انا خايفة عليها قوي. ما تقلقيش، والدة حضرتك هترجع وفلوسك برضه هترجع. شكرا. ايوه دلوقتي حالا هتاخدي عربيتك وتطلعي على ميدان الرماية. الفلوس معاكي وتيجي لوحدك، ولما توصلي هناك هتلاقيني بكلمك على الموبايل واقولك على الباقي. سلام. وديني ما انا سايباه، والله ما هسيبه. ومين ده اللي هيسيبه؟ يقع في ايدي بس، يقع في
مش معقول كده. يا انجي، انا رميت لهم الفلوس دلوقتي بس ما شفتش ماما. انا هقفل عشان بس يكلموني يقولوا لي هشوف ماما فين ولا هلاقيها فين. يلا سلام يا انجي. حضرتك تقرب لها؟ انا بنتها يا فندم. طمنا يا دكتور، هي كويسه يعني؟ كان عندها غيبوبه سكر بس فاقت الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ماما حبيبتي، الحمد لله على سلامتك. الحمد لله انك انت كويسه وبخير يا رب. خدتيني يا ماما عليكي، حرام عليكي كده. انا من هنا ورايح مش هسيبك ولا دقيقه. هتيجي تعيشي معايا ونقفل بيتك ده خالص عشان خاطري وحياه النبي يا ماما. عايز هي عرفتك وما عرفتنيش؟ الف سلامه عليك يا ست الكل، قلقتينا عليكي بس انت الحمد لله دلوقتي وشك منور وزي القمر. ده انا هجيب لك عريس. انا عايزه افهم ازاي بتستلموا مريض من غير ما تاخدوا البيانات بتاعت اللي بيسلمه. يا فندم قالوا لنا في الاستقبال ان الحاله خطيره ولازم تخش فورا، يعني بتحصل ساعات. تحصل على طول. سيلي يا رحمه، احنا في ايه ولا في ايه؟ الحمد لله ماما عايده كويسه واحنا كلنا جنبها. شكرا يا دكتور. الحمد لله على سلامه المدام. شكرا. الله يسلمك. يا انجي، لا ماما كويسه حبيبتي. معايا. ازيك يا جميل؟ عملوا فيك ايه العيال الوحشين دول؟ مين اللي كان على التليفون؟ واحدة بتقول إنها مريضة عندك، قلت لها هتبقى في المستشفى كمان ساعة. احتمال قبل كده كمان. ايوه انا انجي. انت مين وبتعملي ايه في بيتي وفين هشام؟ هشام انت جيتي هنا ازاي وكنت فين انت لما هربتي؟ ردي عليا يا شاطره، انت مين وبتعملي ايه في بيتي؟ اوعي كده، انا مرات هشام، وطالما انا مرات هشام يا حبيبتي يبقى ده بيتي زي ما هو بيتك بالظبط. بيت مين يا بنت الكلب ده اللي هطلع انا؟ ايوه يا حبيبتي، انا رانيا مراته من زمان ومن قبل ما تخشي السجن وحامل منه، يعني ليا في البيت ده اكتر ما ليكي. ولا تفتكري ان انا ما اعرفش امد ايدي؟ لا يا حلوه، انا لو عايزه اكسرك هعملها. حامل من ايديكي بقولك. انت عارفه كويس قوي مين فينا اللي يعرف يودي التاني في داهيه بتليفون واحد. انا هكلم البوليس
يا عمر، ازيك؟ انت فين؟ يا رواقتك يا اخي. انا حتى عايزاك في حاجه كده. يا تعدي عليا يا يعدي عليك. عمر، انا نسيت ان انا عندي ميعاد مهم جدا. هبقى اكلمك بعدين واعدي عليك. طيب باي. انجي، يعني ايه؟ يعني ايه يعني ايه اللي بيحصل يا رحمه؟ فهميني. انت جيتي هنا اهوت ازاي؟ حد جابك؟ انت اللي مهرباني من الاسم. بعتي ناس يهربوني من الاسم ليه؟ قولي لي يا رحمه، فهميني. معلش بس حد جابك لحد هنا؟ حد وصلك لحد هنا؟ في حد مشي وراكي؟ في حد شافك؟ جيت من بيتنا. هشام متجوز واحده وحطيتها في بيتي يا رحمه. انا عاوزه افهم، انا هتجنن. ايه اللي بيحصل؟ طب انا هفهمك على قد ما انا فاهمه. تعالي دلوقتي، تعالي معايا. بصي، انا عايزاكي تفهميني من ساعه ما اتخطبتي لحد دلوقتي حصل لك ايه بالظبط وعملتي ايه بالظبط. لازم اعرف كل حاجه بالتفصيل بقى. على فكره مش لازم اي حد يشوفك خالص عندي. تعالي تعالي. يعني هشام كان متجوز عليا وانا عايشه معاه؟ كان بيخوني كل المده دي؟ كان بيقول لي ان هو في المستشفى وهو في البيت عندها وانا قاعده مستنياه في البيت لوحدي؟ دي بقى لان اللي انت فيه دهوت مش هيحللك حاجه. اول لما قبضوا عليا راح وداها بيتي. كان بيجي يزورني في القسم ويلومني ان انا بروح للدكتور جلال وعامل لي فيها الزوج المخدوع وهو متجوز عليا. انت صوتك، انت لو اي حد سمع صوتك دلوقتي ممكن يوديكي ويوديني معاكي في 60 داهيه. Hi, madam. You finished your vacation? Yes, and my pass for Palm Hills is expired and you have to renew it to come back. Okay, you can take 2 more days. I will call you when I renew the pass, okay? And you come back. Okay, bye. Thank you, bye. وانتوا كنتوا عارفين؟ كنتوا بتيجوا تزوروني في القسم ومحدش فيكم فكر يقول لي ان هو متجوز عليا يا رحمه؟ هنقول لك ايه بس؟ هنقول لك ايه يا انجي؟ تقولوا لي عشان اشرب من دمه، عشان حبستي دي تبقى على جريمه انا عملتها بجد. ما هو ما ينفعش اللي انت فيه ده. لازم نفكر ازاي هنخرج من المصيبه اللي احنا فيها دلوقتي. هو في مصيبه اكبر من اللي انا فيها دلوقتي؟ انا اتطردت من بيتي يا رحمه. انا اتخدعت في اقرب واحد ليا. بصي، انا حاولت اقف في موضوع رانيا ده ضد هشام بس ما عرفتش اعمل حاجه. وبعدين انا هربتك عشان انت الوحيده اللي
الاخبار؟ الحقيني في مصيبه حصلت. مصيبه ايه؟ انجي جت لي البيت من شويه. انجي مين؟ انجي يا رحمه، هو في حد غيرها؟ انت بتهزري بقى ولا ايه؟ انت عبيطه؟ والله زي ما بقولك كده، انا كنت قاعده لقيتها جايه الفيلا واتخانقنا مع بعض وطردتها. طردتيها ازاي بدل ما تقعديها في الفيلا وتمسكيها وتطلبي البوليس؟ هو انا كان فيا عقل افكر ساعتها؟ انا كان كل همي ان انا اخلص منها وتمشي وخلاص. طب عملتي ايه؟ كلمتي هشام؟ لا انا قلت اكلمك انت الاول قبل ما اعمل اي حاجه، وبعدين انا هكلم هشام ليه دلوقتي؟ عشان يجي لها؟ يا شيخه هو ده وقت غيره؟ لا بس انت عندك حق، لو حد شاف انجي معاكي انت وهشام هتخشوا في سين وجيم. في حد غيرك تاني شافها؟ لا انا هددتها ان انا هبلغ البوليس فهي خرجت بسرعه. مشيت راحت فين؟ يعني في الكومباوند ولا بره الكومباوند؟ لا ما اعرفش، وانا هعرف منين بس؟ طب بصي بقى، اسمعي اللي انا هقولك عليه واعمليه بالحرف. اقفلي تليفوناتك واقفلي باب بيتك عليكي كانك مش موجوده خالص، وما تكلميش هشام وما تقوليلوش حاجه. انا عندي ميتنج مهم جدا هخلصه وهرجع اعدي عليكي. اوكي؟ حاضر هعمل كده. اعملي اللي انا بقولك عليه يا رانيا. والله هعمل كده. حاضر. اوكي باي. وكده ليه بس؟ انا شايفه انها ست لطيفه جدا. لما قعدنا اتكلمنا مع بعض حسيت انها طبيعيه ومتكلمه وبسيطه. على فكره ست كويسه قوي. دينا خليكي زي بقيه الناس هنا في الكامباوند، مفيش داعي تشطحي عشان الناس تاخدش من الجنب. وبصراحه انا شايف ان رد فعلهم طبيعي جدا تجاه واحده جايه في الظروف دي عايزه تخش في وسطهم. بس انا بقى عايزه اعزم رانيا عندنا ودكتور هشام كمان. ايه رايك بقى؟ ياه للدرجه دي كارهه انجي؟ هموت واعرف هي عملت لك ايه عشان تكرهي ده كله. هو ايه اللي جاب سيره انجي؟ انا مالي انا ومال انجي دلوقتي؟ انا بكلمك عن رانيا. بص يا دينا، رانيا واللي اسمه هشام ده مش هيدخلوا بيتي، وبالذات رانيا بقى انا حاسس ان هي مش كويسه. مش كويسه؟ ليه بقى ان شاء الله؟ هما مترافقين ولا ماشيين مع بعض في السر؟ دول متجوزين. ياه يعني انت لو عرفتي ان انا متجوز عليكي عادي؟ تقصد ايه؟ لا انا بسأل بجد. لو يا ماما انت لسه نايم؟ قوم فوق اصحى. انا تعبان يا ماما، عايز كمان نوم. ممكن لو سمحت اكلمك كمان شويه؟ سيدي مراتك معايا.
لو هي قاعده جنبك قوم ابعد وانا بكلمك. لا لا لا، ادينا معصوري في النادي. وايه اللي حصل بالظبط؟ فؤاد ابن خالتك احمد ربنا اللي هيقوم في الوقت المناسب. لو كان اتاخر دقيقه ما كناش هنعرف نجيبه. مش فاهم حاجه. السيديات كانت خارجه من المعمل الجنائي، فؤاد شاف الساعه قرشين عمل له النسخه قبل ما تطلع. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اجيلك؟ لا 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 خليك عندك، انا اللي جايه لك، مش بتقول ان هي مش موجوده. ماشي ماما ماشي. حاسس انك احسن. الحمد لله، احسن بكتير مما كنت اعرفك. كده تلقيح كلام، هي النفوس ما صفيتش لسه ولا ايه؟ لا والله لا بلقح كلام ولا حاجه، انا بتكلم بجد. انا اللي بينا بالنسبه لي خلص اول ما فكرت في الانتحار، اللي بعد كده كله كان كلام فارغ. عارف زي ما تكون خلعت ضرسك، اول ما بتخلعه بتحس مكان الوجع، بس بعد كام يوم خلاص. وكده كده كان اللي بينا هيخلص. كمان موضوع انجي كان موترني شويه، بس خلاص بقى. بجد؟ الانسان ده غريب جدا، بتبقى في ايده الحاجه وبيدور عليها بره. انا لما فكرت في احمد حسيت ان انا بجد ما اديتوش فرصه، وخفت ان هو يضيع مني. انا مبسوط والله ان انا بسمع منك الكلام ده، يعني مبسوط ان انا وانتي قاعدين عادي وزي اتنين صحاب لا خايفين من حاجه ولا على راسنا بطحه. طب احكي لي انت بقى، اعمل ايه معاهم؟ اوعي بقى البقين الحلوين في الاول دول عشان تجيبيني في الحته دي. بطل هبل. تمام. والله مش عارف، يعني انا ملخبط شويه ومش عارف اخد اي خطوه بسبب الظروف اللي يعني. حكيت لها؟ لا طبعا احكي لها ايه؟ عشان انا هربان وعليا احكام. انا عايز ابدا معاكي علاقه، بس في نفس الوقت لو جالي فرصه اخلع من البلد ههرب. لا فعلا مشكله. احمد عامل ايه؟ بقالي كتير مش شفتوش. احمد كويس الحمد لله. مالك؟ عارف اللي واقف قدام باب مقفول وعارف ان وراه بحر لو فتحه هيغرق. يا حبيبي لا، ما دام كده انا اخد السي دي واروح، واوعدك بكره هجيب لك سي دي لفايزه احمد. انت عارف لو تغيري اسلوبك ده كل حاجه تتحل. عايزني اكلمك ازاي؟ انت شكلك عامل كده، يعني بعد اللفه الطويله اللي احنا عملناها عشان نوصل للزفت ده جاي تقولي كده دلوقتي؟ فكرك يعني السي دي ده هيرد على كل اسئلتنا؟ والله ده مفيد في جميع الاحوال، على الاقل هيخليك تعرف اكتر الست اللي انت متجوزها وشاكيك فيها. لو مش عايز او خايف انت حر، بس ما توجعليش دماغي. لا بس ماشي هنا، زينة ممكن تطب في اي وقت، انزل اسمعها في العربية. صح عندك حق. وهي لما تيجي بتصرفي بقولي لها اي حاجه. احمد اوعدني انك مش هتعمل اي رد فعل متهور. متهور ازاي؟ انت اب وابني الوحيد ولسه صغير، والحياه مش هتقف عند واحده ما تستاهلش. انت خايفه لو السي دي طلع اللي احنا شاكين فيه هقتلها؟ اسمع كل اللي فيه بهدوء واستقبله بالراحه. حكم عقلك، فكر، واول ما تخلص كلمني.